التي يشرع في تجهيزها منذ صيامها الأول. تنشط هذه الأمسية مجموعة من النساء تسمين الطبالات، وتفتتحن الطقس بأهازيج دينية لاستحضار البركة واليمن وطلب حماية العروس من كل أذى. في الطلة الأولى ترتدي العروس الزي التلمساني، ويزين رأسها بما يعرف بالشدة التلمسانية، إذ توضع على رأسها وأذنيها وحول جيدها عشرات الخيوط من اللآلئ والجواهر التي تتدلى إلى قدميها على الرات، وتتحلين بالكثير من القطع بحثا عن التميز أو حبا في إظهار مدى الثراء وغنى الأسر التي تنتمين إليها. وتضعن على جبينهن خيط الروح المرصع بالأحجار الكريمة، وكرفاش بلحية، وهو سلسلة ذهبية مفتولة تتوسطها ميدالية تتدلى منها أهداب ذهبية على شكل لحية، كما تحرص الوجديات على تزيين أذرعهن بالكثير من الأساور الذهبية تسمى محليا المسايس، وتضع بعضهن الخلخال وهو إسورة خاصة بالقدم. أن عليهم تدبر شؤونهم وشؤون الأبناء هذا المساء. طقس التقييل عرض لأزياء العروس الوجدية، ففي كل طلة تحاول إبهار الحاضرين بأجمل وأرقى أنواع الثياب. والآن جاء دور الفستان القسطنطيني، يعتبر الزي القسطنطيني من أفخر الأزياء التي تسعى كل عروس امتلاكها، ويستمد قيمته من جودة الجوخ المستعمل في حياكته وجمال الزخارف الذهبية التي تزينه. التي حكمت الجزائر 3 قرون تركت بصماتها في الموروث الثقافي الجزائري الذي انتقل إلى المغرب بحكم الجوار، ويظهر هذا التأثير بجلاء في الزي والحلي. كما تتشرف وحيدة وعرش أزياء المنطقة الشرقية، ويصل نفوذه إلى وهران وتلمسان. يتكون الكرك من قطعتين منفصلتين، الكنزة والسروال. يصنع الزي من قماش خاص يسمى القطيفة، وتطرز الكنزة بالمجهود، وهي خيوط ذهبية يعدها الصناع التقليديون أو الفتلة أو الشعرة، وتقوم بتطريزها نساء هاويات أو محترفات. أما السروال فيتخذ شكلين، الشكل الأول وهو الذي تضع عروسنا يسمى السروال المدور، أما الشكل الثاني فيسمى سروال الشلقة، ويكون ضيقا على مستوى الخصر بفتحة فوق الركبة. وقد تصاحب الكنزة نورا من نفس الثوب أي القطيفة، وتحمل نفس الرسومات الذهبية. وتفضل بعض النساء تنورة الحرير، أما الرأس فيغطى بمنديل مطرز يعرف باسم محرمة الفتول، وهو غطاء حريري ينتهي بأهداب تضع المتزوجات فقط.
ويزين جبينها بخيطي الجوهر والروح. ولا يستغنى عن الخميسة، وهي حلي تأخذ شكل أصابع اليد وتدخل ضمن العديد من الرموز الوقائية التي تحاط بها العروس لمقاومة قوى الشر. الاعتقاد بالمفعول السحري للخميسة أو يد فاطمة عرف منذ القديم عند شعوب البحر الأبيض المتوسط. الجدة في غاية السعادة وكأن ومتنوعة، تحمل زخم العمق الأفريقي والأمازيغي والبصمات التي تركتها الحضارات التي مرت على أرضه، وتراث الشرق العربي الإسلامي انضافت إليها بوجده مكونات أخرى مرتبطة بالجوار الجزائري الذي حمل إليها تراثا ثقافيا تميز به الغرب الجزائري استمده من الحضارة العثمانية، فكان لحاضرة الشرق حظوة النهل من كل معين.